وانا بتفرج من كام يوم كده على فيلم عائلة زيزي. لاحظت ان كل العناصر النسائية في الفيلم ده حصل لهم مشاكل كتيرة جدا في حياتهم، ودي صدفة ليس إلا. وخلينا نمشي واحدة واحدة. أول واحدة معانا هي الأم عائلة راتب. عائلة راتب أول واحدة في مصر تتلقب بالسندريلا قبل سعاد حسني، وكانت وهي صغيرة جميلة جدا، فكانت بطلة لكتير من الأفلام. لكن للأسف الأفلام دي كلها اتحرقت. عائلة راتب اتجوزت من المطرب حامد مرسي، واللي 90% من الناس ما يعرفوش عنه حاجة. حامد مرسي كان لقبه بلبل مصر الوحيد. عارف شهرة حليم كده؟ هو كان قدها 20 مرة، وكانت كل الستات بتعشقه. وهو اتجوز عائلة راتب وخلف منها بنتهم الوحيدة أميمة. عائلة راتب عملت مسلسل مهم قوي في بدايات التلفزيون اسمه عادات وتقاليد، وصل ل 400 حلقة. وكانت عاملة شخصية مهمة قوي اسمها شخصية حفيظة هانم. ويمكن ناس كتير ما يعرفوش ان عائلة راتب صوتها كان حلو جدا، وكانت كمان بتغني. عائلة راتب لما كانت بتصور فيلم اسمه المنحوس سنة 1987 وهي بتصوره فقدت بصرها، وكان فاضل في الفيلم ده كذا مشهد، فصممت انها تصورهم وهي كده، ومحدش خد باله انها فقدت بصرها. وبعدها اعتزلت الفن وقعدت في بيتها مع بنتها لحد ما ماتت في 22 فبراير سنة 1999. تاني واحدة معانا هي سعاد حسني. مش محتاجة أقول لكم حياتها انتهت إزاي، لأنكم كلكم عارفين نهايتها الحزينة في لندن، ولحد دلوقتي محدش عارف لغز موتها الكبير. تالت واحدة معانا وهي ليلى. ليلى دي كانت عاملة دور جارتهم اللي كان بيحبها أحمد رمزي، والفيلم ده كان أول فيلم ليها. اتجوزت من الفنان عمرو الترجمان. عمرو كان ممثل ضعيف جدا بس كان وسيم، فدخل الفن من باب الوسامة. وبيحكي أحمد رمزي عنه إن إحنا كنا بنتقابل في نادي الجزيرة، وفي مرة من المرات وقف عمرو وقال نكتة عن عبد الناصر، وضحكنا كلنا عليها والموضوع عدى. بس بعدها على طول فوجئت إن والد عمرو بيقول إن مرجعش البيت بقاله 3 أيام ومش عارفين عنه أي حاجة. ولما رجع لقيناه ما بيتكلمش ومبلم، والنكتة دي كانت سبب في إنه يتم اعتقاله. وبعدها سافر ومرجعش تاني، وهي كمان سافرت بره فترة وبعدين رجعت بس كانت كبرت خلاص. رابع واحدة معانا هي إكرام عزو. زيزي. إكرام كبرت واشتغلت مدرسة وسابت الفن، واتجوزت طبيب الأطفال سمير الصاوي، وخلفت منه 3 أولاد هم أحمد وإبراهيم ونورهان. وكان عندها أزمة في القلب، وشخصوا حالتها بزيادة كهرباء في القلب، وعملوا لها عملية جراحية، ونصحوها الأطباء بالراحة التامة. لكن هي صممت تروح تحج، وفعلا راحت السعودية وحجت. لكن لما رجعت كان المرض تمكن منها، فماتت في 13 يونيو سنة 2001 ودفنوها في مقابر العائلة. نيجي بقى لسلوى سعيد، خطيبة سبعوي في الفيلم، البنت اللي كانت بتشرقه، اللي قال لها انتي أحلى مكنة شفتها في حياتي. مين دي بقى وراحت فين؟ سلوى سعيد اتجوزت فنان شهير وبقت نجمة كبيرة. سلوى سعيد فنانة سورية من أصول كردية، ورغم نجاحها وانتشارها في مصر وإجادتها للغة المصرية، لكن سلوى سعيد رجعت سوريا مرة تانية واستقرت فيها، وشاركت في مسلسلات تلفزيونية وأفلام سينمائية كتير في سوريا ولبنان والأردن. واتجوزت من الفنان السوري الشهير طلحت حمدي. واشتهرت سلوى سعيد بالأدوار الجريئة بعد سفرها لسوريا، فشاركت في فيلم المغامرة مع الفنانة نهاد علاء الدين والفنان هاني الروماني، وهو فيلم جريء تم منعه من العرض. وفيلم الحب الحرام سنة 1976 اللي هاجموه النقاد لجرأة المشاهد اللي فيه. وفضلت سلوى سعيد عايشة في وطنها الأصلي سوريا لحد ما توفت في 9 يوليو سنة 2000 عن عمر يناهز 65 سنة. وبس كده،
لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.